طبعا مباراتنا مع المنتخب السعودي راح تكون فاصلة، وما راح تكون بنفس المستوى التكتيكي المنتخب البحريني، لأن بصراحة منتخب البحرين أفضل تكتيكيا وتنظيميا من السعودية والعراق، بدليل فاز عليهم اثنيناتهم بالتنظيم مو بالأفراد. يعني كلاعبين المنتخب السعودي والعراقي أفضل من لاعبين المنتخب البحريني، ولكن لمسة المدرب واضحة. فالمنتخب السعودي قلنا عنده مشكلة بين إقالة مانشيني وعودة رينارد ولاعبين جدد. راح يكون عنده نفس المشكله اللي عندنا، انه جوده لاعبين المنتخب العراقي والسعودي موجوده، ولكن المدربين مدربنا نعرف انه ما عنده، يعني ما عنده تشكيله ثابته وما عنده خطه ثابته. ولكن راح تكون نديه بين لاعبين المنتخب السعودي